رحلة حرة بودكاست بيخلق مكان آمن وبسيط نرجع فيه علاقتنا بروحنا بسلام، مكان بيتقابل فيه العلم والإنسانية مع العلاج والتأمل والفهم مع الراحة النفسية. كل يوم 2 الساعة 6 هتشاركوني أنا دكتورة كريمة خطاب، معالج نفسي، مع بنتي وصاحبتي المهندسة المعمارية ندى سمير. مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. معاكم كريمة خطاب وندى سمير. أنا ليا حقوق. ليه؟ هو معقولة نسأل نفسي أنا ليا حق ولا لأ؟ طبعا ليا حق، ليا حق في كل حاجة، لأن أنا نفسي. طيب أنا نفسي يعني إيه؟ هقول لك أو أقول لك ارجعي، نرجع تاني نشوف أنا مين، أستحق ولا لأ، ونعرف ده منين؟ مين الناس اللي في حياتي؟ أنا بختار الناس على أي أساس ولا بسيب الناس تختارني؟ في حد هيقول لي طب أنا مش راضي عن أهلي، أنا متضايق منهم، أنا غضبان. ليه؟ ليه بيتحكموا فيا، بيمنعوني، بيحرموني، ضاغطين عليا، لازم أجيب الفول مارك، لازم أبقى ممتاز. أوكي، إحنا بنعمل الرحلة دي، الرحلة الحرة دي، عشان نفهم، نستوعب، وعامل كل حد على قد قدراته هو بقدراتي أنا. يعني إيه؟ يعني أبويا طول الوقت بيقول ما تطلعش وما تخرجش وما تعملش. أوكي، اخد شهادتي وابتدي اتفاهم معاه واقول له الطريقة دي مش عجباني، فيقول لي إذا كان عجبك. يبقى في حاجة كنت دايما أقولها للعملاء بتوعي، اللي تقدر الحاجة اللي مش عجباك حاول تغيرها، ما قدرتش اقبلها، ما قدرتش اهمشها. ده بيكون بناء على ايه؟ انا مكسبي من العلاقة دي قد ايه؟ لو انا قادر اللي انا اسيب بيت اهلي واشيل روحي واسكن واكل واطبخ واعمل كل ده لوحدي، امشي، ده اللي اعتزل هو ما نغير، يؤذيك. نمشي. اتفضلي. ده اللي هو لما تبقي قادرة تغيريه. بالظبط كده. طيب ولو ما قدرتيش تعملي كده؟ اقبل. ابويا كل شويه يتحكم فيا، هتبقى عيني انا باخد منه ايه، انا باخد من المكان ده ايه، فما تاثرش. يتخانق فكاني بعمل عارفين اللي هي الموسيقى التصويريه، فيدباك، او اني اريحه لغايه ما اقدر واعمل اللي يريحني. مش مطلوب مني ان طول الوقت اقول لا لحد بيقدم لي خدمه. هقبل الخدمه وامشي بشروطه. هو انتوا لما بتشتغلوا في الشغل هل كل اللي في الشغل تمام؟ ليه نقبل اوامر الناس اللي بيشغلونا وما بنقبلش اوامر اهلنا؟ ليه؟ ليه صحيح؟ طيب ما انا الشغل بيديني فلوس، صح، والبيت كمان بيديلك حق المعيشة لانك بتشتغل، انا ما بقولش على طلبة. طيب والطالب، لو حد دلوقتي بيسمعني في ثانوي او في جامعة او في اعدادي او في ابتدائي حتى، طب اعمل ايه فيهم؟ هتلاقيهم بيقولوا لك حاجات ليك. نظف روحك، ذاكر، ذاكر على قدك. انا بذاكر في ساعة وببقى كويس، ده الفيصل بتاعه الدرجات. لكن لو قلت انا بذاكر كويس وبقى في رسوب، يبقى كلامهم هو المظبوط. فكر في نفسك، انا بستفيد ايه من التعليمات دي؟ يا جماعة حاولوا تفكروا، أنا باخد إيه؟ أنا عندي إيه؟ مش طول الوقت أنا عايز أنا عايز أنا. طب صوت، وبعدين كتر العوز اللي إحنا فيه ده هيوصلنا لإيه؟ بس أنا باخد فعلا، بدليل إن قادرة أتكلم، بدليل إن بروح مدرستي أو جامعتي أو شغلي. نشوف إحنا معانا بنمتلك صحة ودراسة وبيت وسقف. ساعات لما كنت بدخل لتلامذتي في المدرج يا ندى، كنت اقول لهم يا ولاد بصوا فوق، فيبصوا يلاقوا سقف المدرج،
فاقول لهم على فكرة انتوا بتصحوا الصبح فوقيكوا سقف، في ناس بتصحى سقفها السما. ممكن نقارن نفسنا باننا نمتلك مش بنفتقد. طيب هو ايه اللي هيحرك ده؟ هو انا حبيب روحي، انا بحبها صحيح، لو بحبها هختار اللي يليق لها، لو متخانق معاها هختار حد اصلها ما تفرقش، لو انا افرق مع نفسي هعمل اللي يريحها. ممكن نتعامل بهدوء بشويش، شوية شوية. هل انا حبيت روحي الاول عشان احب حد تاني؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ابقى بقول لاي بارتنر، لاي شريك او للبيت حتى، محدش بيحبني، محدش فاهمني. هل انت بتحب روحك؟ هل انت فاهم روحك؟ يعني ايه احب نفسي؟ انك تعمل اللي يريحك، اللي يخليك تطلع لقدام ولفوق، اللي ما يخليش عندك اعراض نفس جسمية، اللي يخليك تحس انك مبسوط. قولي بدل ما انتي كاتمه كده. مش كاتمة ولا حاجة، بس انا بفكر هو انا بحب نفسي بس، وانا بحب نفسي اوكي ده سؤال، بس كمان السؤال التاني هل انا بحب الناس اللي انا طالب ان هم يحبوني كمان فعليا ولا لا؟ يعني هل احنا متصورين ان احنا لما بنتولد المفروض برضو السوفت وير نازل ان انا لازم احب امي وابويا واخواتي واهلي والمجتمع والناس؟ طب انا ما بحبهمش فعلا، انا ليه بطلب ان هم يحبوني في المقابل؟ أم، يعني مش بس انا بحب نفسي ولا لا، بس هل انا بحب الناس اللي انا طالب ان هم يحبوني ولا لا؟ بالظبط، برافو عليك. والسؤال التاني بقى، انتي اتكلمتي على لو احنا اوكي، لو ما عرفناش نغير الواقع نقبله، ولو ما قبلناهوش ما قلتيش بقى ازاي نهمشه. ان احنا نعدي من جنبه، مش هنفكر فيه، لانه هو امتى البني ادم بيبقى الكورتيزول او هرمون التوتر عنده عالي؟ الناس بيقولوا عليه دلوقتي الاوفر ثينكينج او التفكير الكتير، اللي انا بفكر في الموضوع. ما نتعلم نقول ما اقدرش، مش قادر اغير ومش قادر اقبل، هتوقف عن التفكير فيه. بالظبط ده اللي بنعمله لما حد بيبقى عنده اجهزة تعويضية، المخ بيتبرمج على كده على فكرة. يعني انا بعد ما بعمل جهاز تعويضي، وانا بقول ده عن تجربة، انه بعد شوية الاول كنت بحس ان في حاجة غريبة، شوية شوية ما بقتش افكر، فالمخ بقى يتعامل على ان ده حاجة جزء مني، فبتعامل مع الحياة. هقولك على حاجة تانية، لو ربنا سبحانه وتعالى أراد إن أنا عندي إعاقة معينة، أو ابني أو بنتي عندهم إعاقة معينة، ما أنا هقبله، مش هرميه في الشارع. ده بقى بيجي منين يا ندى؟ إني أتعلم مهارة أقبل ضعفي وعجزي أحيانا وعدم قدرتي أحيانا. عادي، طبيعي، بني آدم. الشجرة ما بتطلعش بالقلم والمسطرة، تطلع على راحتها، البحر بيعوم على راحته، الهواء. يا جماعة بصوا للي حواليكم، كل حاجة ماشية بهداوة وبسكون. في حد هيقول لي طب ما في عواصف، بس بتمر زي القطر اللي احنا راكبينه ده، زي الرحلة اللي احنا فيها دي، بتمر. بس ازاي نتعامل؟ طبعا احنا ان شاء الله هنتكلم على التروماز او الصدمات اللي مرت في حياتنا، بس احنا الاول عاملين حالة الصلح دي. ايوه، بس انا اللي كنت عايزه اقوله لك كمان ان الحقيقه ان احنا مش دايما بنبقى عايشين في حياه ممكن تتعاملي معاها. يعني انتي دلوقتي بتتكلمي على عيله عاديه خالص، انه مثلا احنا بنضايق بعض في حاجات زي انه حطي فرشه السنان في العلبه اللي فوق وفرشه السنان اللي تحت بتاعت بابا، او ده يعني حاجه في السكه دي من الصراعات يعني. بس الحقيقه ان في صراعات اكبر من كده بكتير ما ينفعش تهمشيها خالص، وفعليا ما عندكيش حل تعمليه غير ان انتي تستني لما الظروف تتغير. طبعا احنا فاعل، انا فاهمه،
لازم احنا اللي هنغير الظروف، بس في ناس بتتعرض لحاجات اقوى من كده بكتير، اقوى من ان انا جبت درجات مش كويسه فمثلا ماما ما ادتنيش المصروف النهارده. يعني الموضوع طب ما هو ده اللي انا قلته يا ندى، قلت ان في تروماز معينه، في صدمات معينه بتمر بحياتنا، لا بنتوجع فيها، وانا ما انكرتش الوجع، بالعكس ده انا طول الوقت بقول نقبل وجعنا ونقبل ضعفنا ونقبل عدم قدرتنا، وما نتعاملش مع نفسنا على اننا سوبر. محدش سوبر يا جماعه. طيب اتعامل مع ده ازاي؟ اعيط، اصرخ، اكتب. اكتبوا وجعكم. مش عايزه اقول تروحوا لدكاتره نفسيين، روحوا طبعا لدكاتره نفسيين، دكاتره نفسيين دي حاجه مهمه جدا. موضوع الدكاتره النفسيين ده احنا عايزين نتطرق ليه بقى بشكل موسع قوي، حاضر. لانه موضوع شائك. معلش مش حاضر. يعني يعني مهم عندي الحقيقه اللي احنا نقفل الاربع محطات بتاعتنا في الرحله الحره، او الاربع حلقات بتوعنا، على اننا نفكر. انا بحب اصحى الصبح، انا بحب اروح شغلي، هو انا بسمع اغاني، انا بفطر، ولو مش بعمل كده ما بعملش كده ليه؟ انا بدعي ان انا مبسوط في شغلي، لو ما بنعملش ده، ان انا حابب اقوم عشان اروح الشغل، او حابب ارجع من الشغل عشان اروح البيت، في حاجة مش مظبوطة. مش هقول غلط، انا ما بحبش استخدم الالفاظ العميقة دي. في حاجة مش مظبوطة. لا انا عايزه ارجع البيت، ولا انا عايزه اروح الشغل، ولا عايزه اروح النادي، ولا انا عايزه انزل في الشارع. تفتكري الخناقة مع كل دول ولا الخناقة مع روحي؟ أنا عارف أنا عايز إيه، ولا بهرب من نفسي واستخدم الدفاعات أو ميكانيزمات الدفاع بتاعي، التبرير والمعرفش، الإسقاط ليه؟ والظروف. والظروف. ظروف إيه؟ ما الناس ياما اتعلمت واتمرمطت وعملت. يعني انت عايزانا؟ لا، ما بقولش خالص تعملوا ده. انا بقول نشوف احنا نقدر نواجه ده ولا لا. هو انا هدفي من كل ده ايه يا ندى بصراحة؟ المرض يا جماعة، المرض. احنا لما بنزود القلق والتوتر والضغوط علينا، مش قادرة اقولك كمية الامراض المناعية اللي بقت منتشرة وسط الشباب، مش الكبار. الامراض المناعيه دي اللي هي فيها الاكزيما، وفيها الامراض الحساسيه بتاعت الصدر، اللي فيها بعض طبعا الحزام الناري والذئبه والروماتويد والفايبرومياليجيا، وامراض كتيره قوي ما كناش بنسمع عنها زمان. يعني انا لما بدات الشغلانه من سنه 85 ما كنتش بقابل الامراض الجسميه العميقه دي، لان للاسف يا ندى ان الاعراض النفس جسميه هي الجرس اللي بيقول لو ما خدتش بالك هتقلب بجد. والكانسر طبعا. الضغوط. والضغوط بتيجي منين؟ من طريقتنا في التفكير. هو احنا هنسهل على روحنا؟ مش عشان اللي قدامي ابدا. سميها بقى انانيه، مش انا الكلام الاجتماعي ده ما بيفرقش معايا، لكن اسميها انا ما استحقش امرض وابقى في السرير. واذا كنت النهارده الناس دي بتتحكم فيا وانا بصحتي، تصوري بقى وانا من غير صحتي هيعملوا فيا ايه؟ يبقى محافظتي على صحتي هي محافظتي على حريتي. القرار دايما فيه صعوبة، ودايما فيه سلبيات. انا اقدر على ايه؟ مقياسي الصحة. الصحة بمعنى اني ما امرضش. منبه يعني. الاعراض النفس جسمية طبعا يا ندى منبه. مم. انت سامعاه بقى ولا لا، ولا بتودي وشك الناحية التانية؟ بعمله سنوز. ايوه، اسم الله عليك. آه، يعني اعتقد النهارده كان الكلام تقيل شوية. هو طبعا هيبقى تقيل او خفيف بناء على تساؤلات حضراتكم. انا مهتمة قوي اللي احنا نبتدي
نحط نفسنا في معادلة حياتنا ان احنا نفرق يا جماعة. انا افرق، انا استحق، انا حر، انا في رحلة بتاعتي وكل الناس اللي فيها ضيوف. اوكي، متشكرة قوي لحضراتكم. ميرسي خالص يا دوك. دلوقتي احنا بنخلص الحلقة الرابعة من رحلة حرة. استنونا الحلقة الجاية ان شاء الله، زي ما دايما بنقول يوم الاثنين الساعة 6. مع السلامة.